مشاهد الأبنية المدمرة خير شاهد ودليل على ثبات المقاومة وصمود الأهالي في الجنوب اللبناني، الذي قدم وما زال يقدم خيرة شبابه شهداء وجنى العمر فداء لغزة ولفلسطين. فهذا المبنى المؤلف من 3 طوابق لم يبق منه سوى حائط وزاوية ليكون شاهدا على من ارتقى من الشهداء الذين يروون ثرى أرضهم بالدماء. عنا مصلحة فتحينا باب رزق لنا. نحن ولا مرة سكرنا من أول الحرب لهلأ، والحمد لله نحن صامدين بأرضنا، صامدين بإيماننا، ونحن إن شاء الله صامدين وحنقوى عليهم بإذن الله. هن قاعدين بالملاجئ ونحن قاعدين هون ببلادنا وبأرضنا وعم نشتغل، وإن شاء الله إنه بدنا نضلنا صامدين صامدين لآخر آخر نقطة دم بحياتنا. تاريخ الهبارية المقاومة من مثل ما قلنا من سنة ال70، فنحن مع المقاومة قلبا وقالبا ضد الكيان الصهيوني بجميع أشكاله بأي طريقة اللي كان، ونحن بنحيي المقاومة وبنحيي أهل غزة. هنا مدينة الخيام التي لا تبعد عن الحدود سوى بضعة كيلومترات، وعلى التحام مباشر مع العدو الذي لم يسلم من همجيته شيء. فهذا المحل التجاري الكبير الذي كانت تعج به الحياة أصبح خرابا ومرتعا للقطط بعد استهدافه وتدميره بشكل كامل. نفتخر نحن بهيدي المعركة، وإن شاء الله يا رب بإذن الله رايحين للانتصار، والله يحمي جميع المقاومين. نحن بلدنا بلد مقاوم وبنفتخر بكل الشباب، والله يرحم الشهداء جميعا. نحن بدنا نضلنا صامدين ببلادنا وبن بلدنا منفل رغم الضرب اللي عم بيضربوا علينا كل يوم، والشهداء الدم الشهداء اللي راحوا نحن لنا الشرف فيهم، وما بنترك بلادنا لو شو ما صار، وغير بتحرير فلسطين مش فالين، وإن شاء الله بدنا نكون بفلسطين كلنا سوا. بعد أكثر من 8 أشهر من الحرب، هذه إنجازات العدو التي يتغنى بها: قتل المدنيين والمسعفين الأبرياء. لتضاف هذه الإنجازات المزعومة إلى سلسلة انتهاكات بحق الأطفال والنساء العزل في غزة في ظل صمت دولي مطبق. قصف ودمار جعل الكثير من البيوت في الجنوب أثرا بعد عين، لكن أهالي هذه الأرض ذاقوا مرارة الاحتلال ويعرفون جيدا أن الوقوف مع الحق ثمنه تضحيات ممزوجة بالدماء. من الحدود اللبنانية الفلسطينية، حسين نجم، إذاعة الفجر.